عليكم شباب، كيف حالكم؟ نتمنى انكم تكونوا في الف خير. معكم هشام من قناة هشام فون، ودرسنا كما هو في العنوان حول تقنية 5G اللي تفعلت اليوم رسميا في المغرب، اليوم الجمعة 7/11/2025. ما غنطرقش للرأي ديالي في الموضوع. انا على طلب ديال الاخوان غادي نوريكم طريقه كيفاش تاكتيفيوها في التليفون ديالكم، وهذا ما كان في عجاله. اذا على بركه الله، بالنسبه للتليفون على هذا الوجه هذه كندخلوا الاعدادات، كنمشيو للكونيكسيون، كندخلوا الريزو موبيل، كنجيو المود ريزو. بالنسبه للناس اللي عندهم فرنسيه تنجيو للمود ريزو. هنا كنختاروا نوع الشبكه بالنسبه للتليفون. التليفونات اللي هما هذا بحال هذا كيدعم 5 جي، فها هي كتطلع لك 5 جي 4 جي 3 جي 2 جي. بهذه الطريقه هذه فانت اكتيفيتي 5 جي وهي خدامه عندك. مبروك عليك، تقنيه جديده اللي تاكتيفات في المغرب، الحمد لله على كل حال. بالنسبه للناس اللي عندهم اللغه العربيه فاعذروني، غادي نحول التليفون للغه العربيه ونشوفوا معاهم حتى هما. بالنسبه لل 5 جي الاخوان، انا كيف قلت في الاول اني ما غاديش نعطي الراي ديالي، ولكن تتبقى اذا اللغه العربيه على هذا الشكل هذا. تنهبطوا حتى هي الاعدادات، غنجيو للاتصال. هنايا الاتصال كنجيو لشبكه الهاتف المحمول على هذا الشكل هذا. نفس الطريقه بالفرنسيه حتى هي غادي نجيو لنمط الشبكه. هنا كتكون عندنا نمط الشبكه، كندخلوا ليها فكنلقاو هنايا كيف كتشوفوا 2 جي 3 جي. هاد ال LTE كتعني 4 جي، و 5 جي فهي ماكتيفي هنا عندنا. وبالنسبه اللي ما بغاش هاد الخاصيه يخدم بها، راه الخاصيه يرجعها كما كانت هنا 2 جي و 4 جي او 2 جي و 3 جي. بالنسبه كيف قلنا من ناحيه الاستخدام ديالها والمخاطر ديالها وداكشي، فانا غنبقى محايد، ما غاديش نعطي الراي ديالي في المسائل هذه. كاينين ناس متخصصين احسن مني ويعطيو فكره احسن مني ان شاء الله. على كل حال، هذا الفيديو كان في عجاله، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.